بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في قناة أحلام سعيدة. لو أول مرة تزورونا في القناة عايزاكم تاخدوا جولة كبيرة في القناة، هتلاقوا إن شاء الله فيديوهات كتيرة قوي بتتكلم عن تفسير الأحلام. وكمان لو عايزين قناة أحلام سعيدة تظهر لكم في بحث اليوتيوب، اكتب جنب أي حاجة بتدور عليها كلمة أحلام سعيدة. يلا بينا نبدأ بعد الفاصل. اهلا بيكم، اتمنى يا رب تكونوا في اسعد حال وفي صحة وفي سعادة. النهاردة هتكلم عن السقف والحوائط، رمز مهم جدا. الرمز ده بيجي في تفصيلة كده في الرؤية، ولازم نكون فاهمين معناه علشان نقدر نفهم سياق الرؤية كلها. زي مثلا هشوقكم كده برؤية واحدة كانت عندها مشكلة كبيرة جدا في المحكمة، وقبل المحكمة بيوم شافت على السقف برواز مكتوب عليه كلمة الله. يا ترى الرؤية دي كان معناها ايه؟ هنتكلم عن السقف والحوائط. اي انثى، هتكلم الاول عن السيدات، اي انثى في حياتها في حماية. الجدار في الحلم او الحوائط في الحلم اللي حواليا دي هو ولي امري، هو الشخص اللي بياخد باله مني، هو الحماية اللي انا عايشة فيها. السقف بيجي برضو بنفس المعنى ولكن اقوى شوية. السقف بالذات هي الحاجة اللي بتضلل عليا وهي الحاجة اللي بتسترني، تمام كده. طيب لو في واحدة عايشة عند بيت باباها، سواء هي عزباء، آنسة، مطلقة، أرملة، أي حاجة، عايشة عند بيت والدها، فبيعود الأمر الحائط ده في الحلم بيكون هو الوالد أو الأخ الكبير اللي هو بيتولى أمرها أو كده. لو كانت متزوجة فكل ما بيحدث فيه الحائط بيكون بيعود على الزوج بتاعها، زوجها يعني، تمام. فبيكون ما هو جميل او ما هو خير في الحائط يعود على الرجال هنا، وما هو بعد الشر يعني في شر او كده فبيعود عليهم. يعني الهدام مثلا الجدار بيكون حاجة مش، يعني ممكن يدل على الوفاة لمن يعود عليه الجدار. يعني لو في واحدة سيدة مسنة مثلا، تيتا او جدو، حلمت ان تيتا قاعدة في مكان والحيطة اللي جنبها وقعت، فانا اعرف ان جدو ممكن يكون في دنو اجل ليه، تمام كده. طيب لو انا بقى نرجع للحلم اللي حكيت لكم عنه. هي ست سيدة يعني كانت مظلومة من زوجها، وكان عندها محكمة وكده. وبعدين رأت في الحلم كلمة الله مكتوبة في برواز معلق على السقف. هنا يعود السقف على مين؟ مش على الزوج مع انها متزوجة، على الوالد، لان هي عايشة مع الوالد، فهو دلوقتي الحماية بتاعتها، هو فعلا اللي كان رايح معاها المحكمة. فكلمة الله وكلمة الحق كانت مع مين؟ مع الوالد. فقلت لها ابشري ان شاء الله هتروحي المحكمة وربنا ان شاء الله هينصفك، لان يعني الله مع المظلومين يعني. فهي هنا السقف لانها كانت عايشة مع والدها عاد على الوالد. طيب لو انا جيت بقى في بعض الاحلام تقولك انا حلمت ان الجدار انشق وطلع منه مثلا ماء، نزل منه ميه، فانا شفت رؤية زي كده اتذكر، فده كان معناه ان شاء الله رزق وفير جدا هيجيلك من زوجك لو كنت متزوجة. طيب في بعض السيدات تقولك انا حلمت، نيجي بقى للرجال، احلام الرجال في الجدار اوقات يدل على ان هو الاخ او الاب او السند، برضو نفس الكلام، ولكن اوقات كتيرة قوي يدل على السوشيال ميديا. ايه علاقة بقى الحائط بالسوشيال ميديا؟ كان زمان ايام بقى ما بنقول انترنت مش نت وكده، كان نقول احنا على الوول، احنا دخلنا على الوول، كنا بندخل على ديسكتوب مش فاكرة بقى ايه كده. فمهم يعني الوول دي الحائط، فمن ساعتها هي السوشيال ميديا. فكان في رؤية واحدة بتقول انا شفت اخويا قاعد في الأوضة على السرير، والأوضة الحيطة اللي قصاد السرير بينزل منها قطط، القطط دي بتقعد جنبه على السرير شوية وبعدين تقوم وكده. فكان تفسير الرؤية هنا ان الحائط ده هو السوشيال ميديا، هو الحاجات اللي بيجيله منها القطط. البنات بقى بتعرف على بعض البنات، ومش هكمل بقى بقية الرؤية، انا حتى ما وضحتهاش قوي وقتها. فقلت لها دي بنات وهو بتعرف عليها من على النت. فاوقات الحائط بيكون للرجال وبرضه للسيدات يدل على السوشيال ميديا. لو لقيتي مثلا ان في عيون موجودة في الحائط قدام السرير عندك شايفاكي، تاخدي بالك جدا، مش اي حاجة تنزل على السوشيال ميديا، مش كل حاجة اقولها، مش كل حاجة انزلها. فالعيون هنا يبقى انا اللي بجيب لنفسي النظر وكده.
فبيكون زي ما انا قلت الحائط في الحلم اما بيدل على الرجال من العائلة، اما بيدل على السوشيال ميديا والعلاقة بيهم، واللي بيخرج من الحائط هنا بيكون بيدل على اللي بيجيلي من التواصل الاجتماعي ده بيكون ايه، بيكون حاجة حلوة ولا بيكون شر ولا لا. هنا بيكون الحائط بيدل على العلاقات الاجتماعية الخارجية. اتمنى الفيديو يكون واضح، اتمنى يكون مفيد ليكم. شكرا لكم على متابعتي، وما تنسوش تعملوا اعجاب واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس علشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.